شاب سعودي يصلي في طريق مقطوع، فهجم عليه أسد ضخم جدا، ولكن حصلت معجزة هزت العالم، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. رجل من السعودية حصلت معه معجزة كبيرة جدا. يقيم هذا الرجل في السعودية في منطقة تسمى جدة. كان أغلب وقته مسافر من بلد إلى أخرى، ولكن زوجته كانت غير صالحة، كانت تتعامل بالسحر والشعوذة والعياذ بالله، فكانت تخاف على زوجها أن يتزوج غيرها عندما يسافر ويرى النساء الأخريات، فذهبت إلى إحدى الدجالين والمشعوذين فطلبت منه عمل سحرا لزوجها على شكل حجاب، لكي تقل لزوجها لكي يكره كل شيء حوله: ضع هذا الحجاب على رقبتك لكي يحميك الله. ولكن الحقيقة كانت تكاد أن تنهي حياته، فأعطاها الدجال السحر وعادت به إلى المنزل، وقالت لزوجها: خذ هذه القلادة كي تتذكرني والبسها قبل السفر. فلبسها الرجل ثم ودع عائلته وسافر في طريق البر. وهو في طريقه على سفر سمع أذان العصر وأراد أن يقف ويصلي، وهو كان رجل ملتزم وقريب من الله، فوقف لإقامة الصلاة وبدأ يصلي في منطقة خالية تماما، ثم سمع صوتا خلفه وهو يصلي، لكن استمر بصلاته ولم يلتفت، فاقترب الصوت أكثر فنظر وإذا هو أسدا كبيرا جدا، سبحان الله. فهجم عليه الأسد وهو يصلي فأسقطه أرضا. فتعجب الشاب وقال: كيف لم يحميني الله من مخلوقه الضعيف أمامه وأنا بين يديه أصلي؟ فهجم الأسد مرة أخرى وأظهر مخالبه الطويلة، فضرب رقبة الرجل وتأذى كثيرا وهو مندهش تماما، فأخذ في قطع الصلاة والهروب إلى سيارته، وأخذ يسوق بسرعة كبيرة ليعالج نفسه من ضربة الأسد قبل أن يموت. فوصل إلى أقرب طبيب، فقال الطبيب: ما جرى معك؟ فلما عالجه نظر إلى القلادة المقطوعة، فأمسك الطبيب بها فقال له: ما هذا؟ فقال له السعودي: ذكرى من زوجتي يا دكتور. فرد عليه الطبيب: الأسد لو أراد قتلك وأنت تصلي لقضى عليك في دقيقة واحدة، ولكن كان يقصد هذه القلادة لعلها تذكره بشيء يأكله. فطلب الطبيب فتح القلادة ليرى ما الذي جذب الأسد إليها، فكسر الرجل القلادة وإذا بداخلها ورقة مكتوب عليها بالدماء ليتكامل السحر. فعرف الطبيب السبب وقال للرجل: الأسد انجذب إلى رائحة الدماء فظنها فريسة يأكلها، ولكن ما فعله الأسد كشف الله لك ما بداخل هذه القلادة قبل أن تنعدم حياتك. فاندهش الرجل وتذكر نفسه عندما عاتب الله عز وجل وقال له: لماذا لم تحميني من هذا الأسد؟ سبحان الله. فبكى بكاء شديدا وسجد شكرا لله عز وجل. وعندما عاد انفصل عن زوجته وأبلغ الشرطة عنها فقاموا في حبسها. وما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لم يضره كيد ساحر، ولا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه السحر. تذكرها دائما لكي يحميك الله. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي النهاية لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.